باك 2027 رد البال تقولب في هذا السؤال اللي كانت حط في الدوره العاديه سنه 2023. عطاونا واحد المنحنى وجا السؤال عليه 0.5. قال لك ابارتيغ دو لاكور سي جي، انطلاقا من المنحنى السي جي ديتيرميني لو سين، حدد لي الاشاره لو سين ديال لا فونكسيون جي سور لانترفال 0 بليس لانفين. شباب بالنسبه لهذا السؤال خاصك تعرف واحد ثلاثه القواعد. بالنسبه للقاعده الاولى شنو كتقول لك؟ الا كان المنحنى يعني لاكور، هذا هو المنحنى لاكور، الا كان تحت هذا المحور ديال الافاصيل اللي كيبان لكم هو هذا محور الافاصيل، فان الفونكسيون جي دو اكس غتكون سالبه، يعني الا كانت هنا كتكون سالبه يعني اصغر من الزائر. القاعده الثانيه الشباب، الا كتقول لك الا كان فوق، يعني فوق هذا المحور ديال، يعني فوق محور الافاصيل، في هذه الحاله تقول لك غتكون موجبه، يعني كبر من الزيرو، يعني الجي هنا الجي غتكون سالبه. القاعده الثالثه الشباب شنو كتقول لك؟ كتقول لك المنحنى الا كان كيقطع لينا محور الافاصيل، كيقطع كل نقطه تقاطع فهي حل للمعادله جي دو اكس ايكال زيرو. بحال دابا الفا فهي حل للمعادله جي واحد حتى هو حل، يعني الا بغينا نحدوا عدد الحلول ديال واحد المعادله جي دو اكس ايكال زيرو، يعني كنشوفوا التقاطع ديال المنحنى مع محور الافاصيل. نشوفوا الشباب دابا الجواب ديال هذا السؤال. بالنسبه للجواب غيكون على ثلاثه ديال المعادلات. كيف ما كتلاحظوا هنا عندنا واحد الانترفال من زيرو حتى الالفا، يعني هنا من زيرو الالفا غنشوفوا الفونكسيون كي دايره سالبه ولا موجبه. كنلاحظوا ان لاكور فين كاين تحت محور افاصيل، اذا راه سالبه. غنبداو في حموك اكس ابارتيان زيرو الفا، الفا داخله شنو عندنا؟ عندنا هنا جي دو اكس كي دايره الشباب سالبه اصلا. ونمشيو للانترفال الثاني اكس ابارتيان الانترفال الفا، الفا واحد، هادو داخلين. علاش؟ حيت كاينه ليماج ديالها. دونك جي دو اكس كي غتكون هنا الشباب، كيف ما كتلاحظوا ان المنحنى في هذا الانترفال فين كاين الفوق، اذا غتكون موجبه اكبر من او تساوي الزر. الانترفال اكس ابارتيان واحد بليس لانفين، جي دو اكس كي غتكون الشباب، كيف ما كتلاحظوا ان لاكوب فين كاين لتحت، جي دو اكس غتكون سالب. هذه هي الطريقه ديال الجواب بهذا الميثود. غدير 0.5 الشيء غير بعينك، يعني ساهل. اللي عجبو الفيديو يتابونا معنا باش يشوف الاسئله جداد ان شاء الله.